هاي سيدي سي مرشد كان تعرفنا بروحك. مرشد بن مكي بن الحاج عامر عبد الناظر. انا جيت بالنسبه لولادي الوالد هذاك يتسمى وارث والشركه مكي وارث بالحاج حسين بالحاج عامر عبد الناظر. كان تحكي لنا الكوشه ديالنا وقتاش بدات؟ التأسيس الحاج حسين عبد الناظر. معناتها التيتر بتاعها من عام 1812. وبعد الحاج عامر عبد الناظر وبعد مكي ومحسن والبشير تمشي. اي الوالد المكي وعمومتي محسن والبشير، اما كلهم اصحاب صنعاء. كل اول ما بداوا الصنعاء هوني. انا مثلا تربيت هوني من اللي عمري 5 سنين وانا هوني. كنت تحكي لنا على الحاج المكي شويه. الله يرحمه وينعمه ويجعل عظيمته في الجنه. الوالد كان عبقري، عبقري في الصنعه نحكي لك. وبالرغم اللي يتسمى الوالد نتاعي مثقف في هذاك الوقت. دون لو طون هذاك الوالد الله يرحمه كان مثقف، وجدي الله يرحمه قال له ايش معناتها تمشي تخدم عند العباده؟ الدنيا صعبت. عندنا الخبز العجنه واحده، وعندنا نقسموها على 3 انواع احنا، شواي ولفيف ونواره احنا نقولوا. في صنعة في خدمتنا احنا هنا. معناتها هما 3 فرد عجنه معناتها. دوره واحده او يتقسموا على 3 معناتها كل حد شيء، واحد يقول لك اعطيني شواي، واحد يقول لك لفيف، واحد يعطيني نواره. معناها علاش المطعم ديالكم يختلف؟ المطعم لا فاش كل حد والنكهه نتاعو. الشواي حيث ارطب بالاخص اللي عنده اسنانه توجع واحد، واللفيف حيث مرمي على القاع يطلع مزيان برشا، والنواره سبيسياليتي نتاع المخبزه. النكهه كذا زي معناتها صنعه ماهيش واحد. العجنه معناتها كل حد وكيفاش يعجن الفيف وكيفاش يعجن، اما دوره واحده ماكينه واحده فهمتش كيفاش. معناتها هما 3 فرد عجنه ماكينه واحده تدور. ماكينه واحده ويخرجوا 3 انواع من الرقص اللي هما اللفيف الشواي واللفيف والنواره. احنا بصنعتنا نقولوا هكاك. اما الماكينه ماكينه واحده. كيفاش الترتيب يتحطوا في الكوشه؟ ترتيب نبداو بالشواي. علاش؟ الشواي خاطر ما يقعدش طيابه مشكل فيف. ما يشدلناش بيد النار. والفيف مثلا بعد الشواي الا ما يطلع الشواي نبداو نرميو الفيف. والنواره هي التاليه باش تترشق باش تتحل تترمى بالاطباق. اي وشو اللي يقعد اكثر في الفور؟ براتيكمون لا كله حله واحده، اما يطلع بالترتيب. الشواي الاول يترمى الاول وبعده الفيف وبعده في التالي هو النواره اللي تطلع. يقعد اكثر في الفور؟ اي لا حيث الوقت حط عندك 20 مينوت الفيف و20 مينوت النواره كي يبدا يطلع الاول بالاول، حيث النواره تترمى هي التاليه مشكل الفيف. الشواي يترمى هو الاول ويطلع هو الاول، وبعد نرميو الفيف وفجرتو النواره. رينيكم عملتوا ماء فوق الخبز هكا يدهن باش يطلع يلمع. كان النواره كهو. هو شنو هذاك؟ شنو الماء؟ ما عادي ما عادي. اما كهو كل هذيك سبيسياليتي بتاعها باش هي ترجع الماء يولي فابور في الكوشه يرجع الخبز الكل باش يطلع الخبز مزيان. وهذا كله يتسمى خبز القاعه؟ لا القاعه بعد ماضي ساعه نطلعوها. الخبز العربي يتسمى كالقاعه. خبز القاعه اي هذيك من سبيسياليتي من الاقدميه من قديم الزمان معناتها.
عندنا فصيل نعملوه قاع، عندنا حرفه ديما تجي هنا شكون معناتها براتيكمون مازالوا 3 4 كواجع في ولاية صفاقس كامله مازالوا يخدموا فيه كو. خاطر عجين طليان عجين عربي معناتها هو والفيف مش كيف كيف مش فرد بكها. اي هذيك وحده معناتها هذيك العجله التاليه ما يلزمني نكمل الفيف الكل وندوروه هو وحده التاليه. القاعه وطبق احنا مش معناتها عربي مش كيف كيف. معناتها الخميره شنو ولا مش كيف كيف خميره عربي ما فيهاش فينوا فهمتي. احنا نبداو بكري الاربعاء نبداو. اي نكملوا ما مركه ما دي ساعتين ما دي ساعه ونص نكملوا نطلعوا. تعرف مره بركه؟ لا 4 دورات. 4 دورات كل مليه نتاع بيت النار دوره تمشي. قداش تقعد وقت باش تخمر العجنه؟ ما لا مش الماكينه شيء، اما الخمير والواحد تتحول من الماكينه للماكينه باش تقعد تحب لها على الاقل سواعه غير ربع باش نبداو الميزان. هما زوز ماكينات عجين. احنا بعد ما نكملوا التدوير هوني نحولوها لهون. فهمت؟ نحولوها هوني علاش؟ او باش تخمر، فهمت كيفاش؟ هكاش معناتها تخمر، معناتها نحولوها من الماكينه للماكينه. حيت الكونتيتي كبيره نخدموا بالريقه، تسمى الريقه هذه. فهمت؟ وهذوما الماكينات ما نعرفوش. اكبر من عمري انا. هذوما ما يتسمى هذه بالاخص هذه من مش جدود تسمى الريقه هذه براتيكمون عمرها 122 سنه. اما هذيك تلقاها مركه 70 65 سنه. فهمت؟ الميزان يتقص يتوزن، يتقص على الميزان ويتهبط. قداش فيها ميزان هي الخبزه؟ رطل الجرحان يسمى جرحان خبز الفيف يترمى في بيت النار. بعد الجرحه يترمى في بيت النار. لو بالكعبه معناتها؟ ما نجمو بيت النار العربي شني؟ تحسبها روتاتيف هي تترمى بالكعبه تطلع بالكعبه. وصلنا هذا الخبز العربي هذا بيت النار العربي وفاو تو ولا كان السوري. والجرحان العربي مش كيما السوري. الفيف جرحته حدا والقاعه جرحته حدا. انا نعرف مثلا في السبعينات براتيكمون تمشي يمكن 50 60 كوشه تو ولينا تقريبا 600 ولا 700. اما العربي لا. لا العربي قليل يتحسبوا على الصوبع. لا العربي قليل. بالاخص هكا بيوت النار العربي ما عادش تلقى برشا كوش. حتى اللي عنده بيت نار عربي تلقاه يرمي فيها الحلو ما يرميش فيها الخبز. بيت النار هذه شنو حرفتها في خدمتها هذه اصل الاصيل بتاعها برامي. هذه معناتها مولوده تقريبا من عام تبدلت عام 1955. بالطبيعه كانت فرن بيت نار صغيره تخدم بالحطب وهذه كل شيء بالمازوت. اليوم ما عادش منها معناتها قليل تو ما عادش حتى الترخيص ما عادش يرخصوا فيه. بس مش الجو رمضان قبل كيفاش؟ الاخير لا قبل حيت كانت بلاد عامره فيها برشا سكان قبل خير. توا الاربعه تفرغوا البلاد كانوا برشا سكان قبل. توا السكان الكل خرجوا. اما قبل حتى لشقوا الفطر كنا نطلعوا الخبز. ناجنا كانت فيه تقريبا 18 عائله تو مازالت عائله واحده. وخبز العيد بس العيد كي خدمة وحدها يتسمى ماهوش واحد. خدمة العيد يتسمى مش كي خدمة هذه نتاع سير الايام. عيد